5 مراحل بيمر بيهم الإنسان بعد الطلاق. أول مرحلة هي مرحلة البرود التام، ودي بتاخد يومين أو 3 بالكتير. بعد كده بتيجي مرحلة عدم التصديق والإنكار، ما بيبقاش مصدق إن الطلاق حصل فعلا، ودي تقريبا بتقعد من أسبوع لأسبوعين. أما مرحلة الحزن فهي الأخطر، وفيها بيحس الشخص إن حياته باظت وبيمر باكتئاب، بيزيد فيها إحساسه بالفشل، بيبتدي يفكر هو صح ولا غلط اللي أنا عملته، وثقته في نفسه بتقل شوية، بيقابل مشاكل في النوم، اضطراب في الشهية. لكن لو لقى دعم معنوي من اللي حواليه بيقلل الأعراض شوية، والفترة دي بتقعد شهر تقريبا. بعد كده بقى تيجي مرحلة الغضب، ودي بيطلع فيها شحنة الغضب اللي جواه، بيطلعها في كل اللي حواليه وخاصة الشريك اللي كان في حياته، فبيشوفوا أسوأ الناس وبيطلعوا السبب في فشل الزواج. وممكن جدا من كتر الاضطراب العاطفي اللي عنده يحس ان هو عايز يرجع تاني، بالرغم من كل الاضرار النفسية اللي حصلت له في الجواز والظروف اللي سببت الطلاق. الفترة دي اصعب فترة ومحتاجة شجاعة علشان نتخطاها، ومحتاجة دعم من اللي حواليك وحب الاهل والصحاب، خاصة لو في اولاد. بعد كده بتيجي مرحلة التعافي، بتيجي لما الواحد يتأكد انه هيعرف يعيش من غير دعم من حد. بتاخد وقت شوية، ممكن سنة ممكن أكتر، على حسب قوة شخصيتك وإصرارك وحبك للحياة. في ناس بتطول معاها شوية، خاصة لو كان حواليهم ناس مش داعمين أو كلام سلبي كتير ليه. من الآخر أكيد الطلاق مش حاجة حلوة، بس أحيانا بيكون الحل الأخير لحياة استحالة تكمل. لو حصل خدي وقتك في الحزن، واعرفي إن ده أحسن وضع ربنا اختاره ليك، وهو أكيد هيكون السند والمعين. وقربي من أهلك وصحابك وأي حد بيدعمك، وحاولي تبعدي عن اي حد بيحاول يقولك كلام انت مش عايزه تسمعيه. الكلام ده من افكار الكتب من تطبيق اخضر. عندكم افكار تانية؟ قولوها لنا في الكومنت.